السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المطورين. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي Data Types. Data Types دي أو الداتا هي النقطة المحورية في كل التطبيقات أو كل حاجة إحنا بنشوفها في حياتنا موجودة قدامنا. إزاي؟ الأبس أو أي تطبيق موجود سواء كان أندرويد أو كان ويب بيتكون من حاجتين. أول حاجة الكود بتاعنا، تاني حاجة الداتا اللي بتتعامل معاه. الكود كل وظيفته إن هو بيعمل بوينتنج أو بيشاور على الداتا دي في مكانها في الميموري، وبالتالي بيبدأ إن هو يعمل عليها عمليات أو operations عشان نبدأ إن إحنا نبتدي الابلكيشن بتاعنا أو نبتدي الويب ديسكتوب ابلكيشن بتاعنا. يلا بينا نبدأ. أول حاجة نفتح البايثون فايل كورس اللي إحنا عاملينه، نفتحه بعد كده بالفيس كود، نضيف فايل جديد اسمه data types py، وهنتكلم عن الداتا تايبس. أول نقطة هنتكلم عنها إن إحنا عندنا إن الآب بيتكون من حاجتين. إيه هما الحاجتين؟ أول حاجة بيتكون من الكود وبيتكون من الداتا. طيب الكود وإحنا بدأنا فيه وعرفنا شوية حاجات عنه، برضه هنكمل في الكورس بتاعنا بتاع بايثون للآخر. هنعرف إزاي نكتب كود لغاية ما نوصل لمرحلة إن إحنا نعمل كومبيوتيشن أو نعمل عمليات حسابية كاملة لكل الأنواع بتاعة الداتا. تمام. نيجي لناحية الداتا أو نقطة الداتا، نتكلم عن 3 نقط. أول نقطة إن إحنا عندنا في حاجة اسمها variables. ال variables ده حاجة بتعمل pointing للداتا، point to data and data. تمام. ال variables اللي عندي دي أي حاجة من أنواع ال variables اللي إحنا خدناها قبل كده أو حتى مثلا زي x و y. ال variables دي مش هي الداتا، ولكن ال variables دي هي حاجة بتشاور على مكان الداتا، كأن هو الشخص اللي بيروح يقول ادي الداتا بتاعتي وادي مكانها في الميموري. فاحنا كده هننتقل للنقطة التانية. ايه هي النقطة التانية؟ ان انا عندي الداتا نفسها بتتسجل في مكان ما في الميموري. المكان ده انا كشخص معرفوش، لكن الفاريبل يعرف. تالت نقطة ان الفاريبلز نفسها زي ما قلنا في الاول هي مش الداتا، is not the data. تمام. لغاية دلوقتي الدنيا المفروض إن هي تكون تمام. بعد كده نكمل بقى للنقطة اللي بعدها. طب إيه هي النقطة اللي بعدها؟ الداتا دي ليها أنواع. طب إزاي يا عم ليها أنواع؟ يعني أنا مثلا لو شخص وفاتح شيت إكسل، أنا مثلا محاسب وماسك الشيت بتاع الإكسل وقاعد بكتب في شوية أرقام أو دلالات. فالرقم الأول كان مثلا الير. تمام. عندي مثلا الير. فأنا لو جيت مثلا وقلت النوع بتاع الحاجة اللي أنا هحطها في الير، او النوع بتاع الحاجه اللي انا هحطها في الير كايه، كداتا او كحاجه انا هامله لير. هامله لير ازاي؟ احط ارقام. طيب يبقى احنا جينا بعد كده لنقطه ان احنا الارقام دي الرقم ده عباره عن ايه. فهنلاقي ان الرقم ده عباره عن حاجتين. ايه هما؟ اول حاجه يا اما هيبقى انتجر يا اما هيبقى ايه، فلوت. طب ايه هي الانتجر وايه هي الفلوت؟ لما نيجي نقول ان احنا عندنا رقم زي مثلا 2000، مثلا رقم عندنا زي 2004. تفتكر 2004 ده الرقم ده عبارة عن انتجر ولا فلوت؟ هيبقى عبارة عن انتجر. طيب ايه فايدة ان انا اعرف
إذا كان النوع بتاع الداتا في الير انتجر ولا فلوت. إن أنا لو عندي رقم معين زي مثلا 2.3، فالرقم ده هيبقى فلوت، فليه عمليات معينة حسابية احنا نقدر ان احنا نستعملها، وليه operations مختلفة نقدر ان احنا نستعملها في النوع ده من انواع الداتا، او في التايب ده of data. طبعا النوع بتاع الداتا مهم جدا، وعشان كده انا بقول لكم ان ده اهم فيديو يمكن في الكورس كله، عشان النوع بتاع الداتا بيعمل لنا مشاكل كبيرة جدا بعد كده في الكود بتاع الابليكيشن بتاعنا لو احنا معرفناش ان احنا نتعامل معاه صح. لو احنا بنقول ان الكود نسبة 35% من الابليكيشن، فنسبة النسبة الباقية دي كلها دي هتروح للداتا، عشان انت المفروض انك انت تتعلم ازاي تتعامل مع الداتا دي، وازاي انك انت تعمل عليها الاوبريشنز الصح عشان تطلع الابليكيشن بتاعك بشكل صحيح وبشكل كامل. تعالى بقى ننتقل للنقطة اللي بعدها. هناخد فانكشن او اسم فانكشن جديد، النوع بتاعه اسمه type. type ده هيحدد لنا النوع او الحاجة اللي هي موجودة بتاعتنا دي عبارة عن ايه كداتا تايب. طيب نتكلم كده سريعا عن الداتا تايبس. الداتا تايب في بايثون هنلاقيها ان هي بقت كام نوع؟ عندنا هنلاقيها 7 انواع. طيب ايه هم ال7 انواع؟ اول حاجة زي ما احنا قلناها اللي هو الانتجر، بعد كده الفلوت اللي هو اي رقم عشري فبيبقى فلوت، بعد كده هنلاقي عندنا حاجة اسمها السترينج، والسترينج ده اي حاجة احنا بنحطها ما بين تو quotation marks. الquotation mark دي لو حطينا فيها رقم فده الداتا تايب بتاعته هتبقى string. لو سيبناه زي ما هو كده فاضي هيبقى برضو الداتا تايب بتاعته هتبقى non value. طيب تعال نكتب مثلا اسم هناك زي hello، فhello دي هنعتبرها طبعا او اي حاجة فيها تكست، مش شرط تكست بس اي حاجة ما بين two quotations، فدي الداتا تايب بتاعتها string. بعد كده ننتقل للداتا تايب اللي بعدها وهي الليست. الليست دي هنعمل براكت، بعد كده نحط فيه اي حاجة عندنا، ده هو النوع بتاعنا اللي بعد كده اللي هو الايه؟ الليست. الداتا تايب بتاعتنا اللي هي الليست. الليست دي ممكن يبقى جواها ارقام، وممكن يبقى بعد كده برضو جواها ايه؟ جواها string، وممكن يبقى جواها float، وممكن يبقى integer. يبقى احنا ممكن نقول ان الليست دي عبارة عن زي مكان بنخزن فيه داتا تايبس تانيين. بعد كده هننتقل للتابل، والتابل دي كل نفسها نفس فكرة الليست، بس الفرق ما بينها وما بين الليست في الاوبريشنز طبعا في العمليات اللي احنا بعد كده هنعملها، وهنقول ايه الفرق ما بين التابل والليست والديكشنري اللي احنا هنيجي ناخده. بس هنعرف ان التابل كل فكرتها ان هي بتبقى ما بين ايه؟ ما بين تو براكتس بالشكل ده. بعد كده هنروح لناحية الديك أو الديكشنري، والديكشنري ده بيكون عبارة عن curly brackets، وبعد كده بيبقى فيه key و value. بعد كده هننتقل لآخر نوع عندنا وهو نوع البوليان. البوليان ده هيكون عبارة عن أي حاجة فيها true أو false. فالبوليان ده هيكون عبارة عن أي حاجة فيها 0 or 1، ودي هنبقى نستعملها بعد كده في ال conditions أو في ال operation conditions عندنا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. هنتكلم بالتفصيل
في الفيديو الجاي عن ايه هو الانتجر، ايه هو الفلوت، ايه هو السترينج، ايه هو الليست، ايه هو التابل، ايه هو الديكشنري، ايه هو البوليان تايب. هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل، وهنتكلم عن الاوبريشنز بتاعتهم كلها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للقناة واشتراك وفعل زر الجرس.